نحن في حي بغباس الشعبي في باريس، حي تسكنه جاليات أجنبية وخاصة عربية. هذا المقهى ملتقى للجزائريين أو الفرنسيين من أصول جزائرية. هنا الجميع يتكلم العامية الجزائرية وبعض الزبائن لا يتكلمون غيرها. مهدي يعيش في فرنسا منذ 12 عاما، وفي هذا المكان يشعر أنه في داره. في برباس يهضروا كل ما تروح لافارماسي يهضروا بالعربي، تروح ليبيسري البقاله يهضروا بالعربي، كلش بالعربيه. لا بنك ميم ويسترن بنك كان عرب، كان الحي هذا كامل فيه العرب. وين تعلمت العربي؟ هنا في القهوة عند بابا. تعلم دبي صغري، نهضر مع الناس، نهضر مع كل واحد لا فامي، وتعلمت هكذاك بالعربية مع الناس. في فرنسا اللغة العربية بلهجاتها المختلفة متداولة في الأحياء والأوساط العربية، وخاصة في أسر كهذه، أسرة منحدرة من أصول جزائرية. الآباء كما أنايا هكذا كلهم يتكلموا اللغة العربية مع أولادهم في المنزل تاعهم، خاطر لأنهم باش الأولاد تاعهم ما يساوش اللغة. على الرغم من حرصه على نقل لغته الأم لأبنائه، لم ينجح هذا الأب الجزائري الفرنسي في تحقيق هذا الهدف مع كل أبنائه. منذ صغري أردت أن أبتعد عن أصولي الجزائرية، فلم أهتم باللغة العربية. سي يتكلم شوية الجزائري، يتكلم دوكش نهضر معنا، يتكلم كلهم يتكلموا العربية. كنا مشينا ذهبنا إلى الجزائر، يتكلم مع لا فامي تاع العائله تاعو، ثم ولد عمه في الجزائر يتكلم معهم بالعربيه كما هما. واش يسمى يتقلبت عليهم الفرنسي ولا يحشموا، ما يتكلم العربيه يجيه يحشم شويه، ما يعرفش يتكلم مليح يحشم. هل تريد أن تعلم ابنك العربية؟ نعم طبعا، أنا الآن نادم على عدم متابعة الدروس لتعلم العربية، لأن هذه اللغة مفيدة في عالمنا اليوم. ولكن فائدة اللغة العربية في فرنسا تبقى محدودة، فكثير من الناطقين بها هنا لا يكتبونها ولا يفهمون إلا لهجاتهم الأصلية، ويفضلون تكلم الفرنسية في معظم الأوقات.